عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله يوم جديد وروتين جديد عند الطيور بتاعتنا. زي ما انتم عارفين اول حاجة بنطمن فيها على الطيور بتاعتنا ده الزغاليل بتاعتنا اهي يا جماعة، ودي حمامة بيضة. بس الحمام دوت كان ناقل هنا فانا حطيت له قفص كده عشان ايه يعزل ما بينهم. الحمام بتاعنا هو الرومي بسم الله ما شاء الله عليه والارانب ديت يا جماعة الزغاليل اللي احنا قلنا ايه هنطلق منها. الحمامة دي بيضة هنا اهي. اول حاجه بس عايزين نطمن على الزغاليل ديت. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. عايزين بس نبيع منهم حاجه كده ربنا يرزقنا منهم عشان نجيب لهم علف بتمنهم، يعني ايه ما نبقاش خسرنا فيهم. فانا هشوفهم حجمهم عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. لا لسه ما يتباعوش، لسه صغيرين ما يتباعوش. لسه دلوقتي يا جماعه صغيرين ما يتباعوش لسه عاوزين شويه. هنا بقى ايه اعتقد ان هي تكون طلعت، لان امبارح كنت شايفه قشر اهو تحت قشر بيضه اهو، يبقى ده طلعت امبارح. هتلاقيها طلعت واحده امبارح وواحده النهارده، ودي مفيهاش حاجه خالص. دي فيها بطين من امبارح، هنشوف البطين دول. اللهم صل على النبي، الله اكبر. ايه ده طلع امتى الخير ده؟ انا ما شفتوش ده. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على النبي. طبعا انا ما شفتهمش دول، كل يوم نيجي نشوف نلاقي ايه امهم راقده، فما شفتهمش خالص. اول مره نشوفهم النهارده معاكم اهو. وشكوا حلو عليا. طبعا إيه الدكر بتاعهم والنتايه هم مغمضين لسه، هم ما شاء الله واكلين بس مغمضين اهو. مغمضين حرانين ما تعرفوش. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا ما شفتهمش غير دلوقتي عشان الدكر بتاعهم شايش طبعا، والدكر ده كمان ما بيخلينيش نشوف اي حاجه. واعتقد برضه هتلاقوه مطلع، يعني طالما بيحمي جامد كده هيبقى مطلع. طب ورينا تحت البيض ما تخافش. اللي عاوز بقى يتاكد من التطليع بتاعه يجي الصبح، لان الدكر بيبقى العصر، الصبح بتبقى الحمامه هي اللي بايضه راقده على بيضها. بسم الله ما شاء الله. اهم يا جماعه ايه الدنيا زي الفل اهيت معاهم كويسين. عاوزين بقى نظبط الدنيا معاهم كده، عاوزين يعني نعمل كده ايه للمكان هنا شويه طيور شويه حاجات بحيث ان احنا ايه نظبط لهم الدنيا. عاوزه نجيب الفتره اللي جايه دي فراخ، والله ما عنديش اي حاجه للذبيح. عاوزه نجيب فراخ. طبعا انا معتمده في كل اكل ان انا لو طلع لي حمام هنبيع او هناكل منه، ما عنديش اي حاجه للاكل. عايزين نجيبه مع بعض كده حاجه تتاكل. لا نجيبه بقى فراخ بلدي لا نجيبه فراخ بيضه، بس لما موجة الحر دي تعدي. بصوا بقى الرومي احلى حاجه في الرومي ان هو بينضف لك المكان اهو، ما بيخليش اي حاجه خالص. بتلاقيه بياكل كل الحاجه اللي موجوده في الارض عشان خاطر ايه يعني عيش واقع حاجات بتلاقيه يلمها كده. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير وتشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.